السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة مهم جدا جدا ومميز جدا جدا. هنعمل مع بعض النهاردة إن شاء الله هريسة الشطة بكل تكاتها وتفاصيلها، وكمان هنعملها بطريقتين لكل اللي حابب إن هو يغير فيه الطريقة. طريقتين أحلى من بعض هنعملهم، وهنتكلم في كل التفاصيل والتركات اللي ممكن تقابلك وانتي بتعملي هريسة الشطة، هتخزنيها من السنة للسنة بطريقة سهلة وبسيطة وبدون أي تعقيدات وأي افتكاسات. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. بس الأول لو لسه مشتركتيش في القناة انزلي اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش شير ولايك وسبسكرايب لقناتي، قناتي تايهة في المطبخ. وما تنسيش الدعاء لإخواتنا، اللهم انصرهم وسدد رميهم. أول حاجة هنسمي بسم الله. ومعايا هنا كيلو من الفلفل الشطة أو زي ما بيقولوا الفلفل الأرناؤوطي. طبعا غسلناه ونشفناه كويس جدا، مهم جدا إن هو يكون مفيهوش أي مية، يعني بنغسله وبنفرده كده على فوطة مطبخ وبنسيبه لما ينشف كويس جدا. بعد كده هستخدم طريقة سهلة جدا عشان ايديكي ما تحرقكيش، ولا ان يجيلك حساسية فيها من الفلفل الحراق او الفلفل الشطة. هتقدري تستخدمي بكل سهولة المقص، وهتمسكيه كده وتقطعي العنقود او اللي هي الثمرة بتاعته، وهتبتدي ان انتي تقصقصيه بالمقص بطريقة سهلة وبسيطة وكمان طريقة سريعة. لو عندك كمية كبيرة هتخلصيهم بمنتهى السهولة والبساطة، وزي ما قلنا هتقدري ان انتي من غير ما تلبسي جوانتي هتحافظي على ايديكي ان هي ما تلتهبش او تحرقك او يحصلك فيها اي حساسية. زي ما قلنا هنقطع كل الكمية بتاعتنا، طبعا تقدري تضاعفي الكمية. احنا هنا بس ابتدينا كده بكيلو، هنخزنه بطريقة سهلة وبسيطة. هنا عندي طبق وبحط فيه كده لو في حتة مثلا مستوية شوية أو طرية. ساعات الفلفل لما بتغسليه كده أو بتسيبيه قبلها بيوم ولا حاجة، لو شارياه قبلها بيوم ممكن يطرى معاكي شوية، فطبعا احنا هنستبعد أي فلفلاية تكون مش مظبوطة. طبق كده وحطينا فيه العنقود بتاع الفلفل بتاعي، وخلصنا الكمية بمنتهى السرعة والسهولة. عندي بقى راس توم متفصصة كده ومتقشرة، تقدري تستخدمي كمان التوم المفروم اللي مفرزينه مع بعض. في فيديو قبل كده فرزنا مع بعض التوم بطريقة سهلة وبسيطة، وهيقعد معاكي من السنة للسنة لونه مش هيتغير. كمان عندي ليمونتين قشرتهم كده وشلت البذر منهم، طبعا عشان البذر ما يعملش مرارة في الشطة بتاعتنا. نزلت كمان بمعلقة كبيرة من السكر، والسكر هنا مادة حافظة وبيحافظ لي كمان على اللون. كمان عندي معلقتين كبار من الملح، تقدري تزودي لو حابة، ولكن احنا الملح بيكون مادة حافظة. وكمان لما بتطلعي منها وبتستخدميها بتضيفي ليها الملح زي ما انت حابة. ضفنا كمان معلقة من الكمون ومعلقة من البابريكا، والبابريكا هتدعم الطعم وكمان مادة حافظة. ضفنا كمان معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، وهنبتدي بقى ان احنا نضربهم كلهم في الكبة. تقدري لو عندك مفرمة اللي هي بتاعت اللحمة تحطي كل المقادير او المكونات بتاعتنا دي وتفرميها كده، وهتطلع معاكي زي الفل. هنبتدي كده ان احنا نشغل الكبة ونفرمها. تقدري ان انت تفرميها فرم ناعم او اللي هو يعني بيوريه، تعمليها بيوريه. لو انت هتسويها او هتستخدمي الطريقة التانية اللي احنا هنعملها ان شاء الله على النار، تقدري ان انت تضيفي لها ربع كوباية مية عشان تكون بيوريه معاكي. لو حابة ان انت تضيفي لها مية عشان يكون القوام بتاعها انعم من كده. ولكن لو حابة ان هي تكون خشنة شوية بتضربيها كده وبتسيبيها خشنة شوية. وزي ما قلنا احنا هنعملها بالطريقتين، طريقة التسوية على النار والطريقة اللي هي بدون اي استخدام للحرارة تماما. هنا خلصنا كل الكمية بتاعة الفلفل بتاعتنا او هريسة الشطة. طبعا عايزة اقولك نقطة مهمة، ان البذور اللي بتبقى في الفلفل دي مادة حافظة طبيعية، طبعا ما بنشيلهاش من الهريسة.
عشان تحافظ لي على الهريسة لو حطاها في التلاجة من تحت. هنا كمان ضفت ربع كوباية من الخل، مجرد بس ان الخل هيحافظ لي عليها، وكمان بيخلي طعمها زي الفل. قلبنا كده الخل وضفنا كل المكونات في حلة. وهنا عندك اختيارين، لو حابة ان انتي تعبيها في برطمانات معقمة وتشيليها بقى في الفريزر او في التلاجة من تحت، يبقى خلاص هتستكفي بالخطوات دي لحد هنا كده، وهتبتدي ان انتي تعبيها في برطمانات وتشيليها في الفريزر او في باب التلاجة. وهقولك لو حابة تحطيها في باب التلاجة تعملي ايه بالظبط. تابعي معايا الفيديو للآخر عشان تشوفي كل التكات وكل أسرار الهريسة اللي بنشتريها من بره من أي هايبر أو سوبر ماركت وبتكون غالية جدا. هنا أنا هقسم الكمية على برطمانين أو على مرحلتين. هنا جبت برطمان طبعا غسلاه ومنشفاه ومتعقم كويس جدا، مفيهوش ولا نقطة مية، وهبتدي أعبي بقى البرطمان دوت هريسة. ودي الطريقة الأولى، إن احنا مش هنسويها، احنا ضفنا لها كل الإضافات اللي هتحافظ عليها وهتديها طعم مميز. وطبعا بضغط كده على الهريسة وأنا بعبيها في البرطمان عشان لو في أي هوا، فقاعات هوا كده تطلع وما تسببش أي عفونة يعني في برطمان الهريسة لو هتضيفيها لو هتحفظيها في التلاجة من تحت. الطريقة التانية بقى، عندي كمية الهريسة دي ضفت عليها رشة بسيطة من ملح الليمون. طبعا ملح الليمون بيكون عند أي عطار، وهو من المواد الحافظة اللي بنستخدمه في المصنعات، يعني زي المربى أو هريسة الشطة وحاجات كتير تانية. رفعتها على النار، يعني أنا ضفت بس الإضافة بتاعتي ربع معلقة من ملح الليمون أو رشة بسيطة، ورفعتها على النار على نار هادية جدا لحد ما تسوت معايا وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبتدي بقى ان انا احطها كده في بولة واسيبها لما تهدى خالص وتبرد، لان هي طبعا لسه نازلة من على النار سخنة، فمش هينفع ان انا اعبيها في برطمانات او ان انا احطها في برطمان واغطيها، لان هي كده ممكن تعمل بخار الماء اللي هو او بخار المية اللي هيطلع من التسوية او الحرارة بتاعتها. لو انا قفلت عليها في الوقت دوت في برطمان، ممكن يسبب ان هي يحصل لها مثلا يعني تعفن او ان هي تبوظ مني، فحسيبها لما تهدى خالص. وبعد كده هحطها في برطمان زي ما عملت في الهريسة الغير مطبوخة. يبقى احنا النهاردة كده عملنا مع بعض طريقتين للهريسة. الطريقة الأولى اللي هي بتضربي كل المقادير في الخلاط وبتحطي المقدار بتاع الهريسة بتاعتك في برطمانات معقمة، وبتضيفي على الوش كده زيت زيتون أو زيت عادي، بس أهم حاجة إن ريحته تكون كويسة. والطريقة التانية اللي احنا بنسويها على النار لحد ما السوائل اللي فيها بتبتدي ان هي تجف، ولونها طبعا بيتغير زي ما انتوا شايفين، لونها بيبقى مش محمر قوي زي الهريسة اللي هي غير مطبوخة او اللي احنا مسوينهاش على النار. بس الاتنين طريقتهم كويسة جدا، تقدري تستخدمي الطريقة اللي انت حباها. انا حبيت اعمل لكم الطريقتين، والطريقة اللي انت حباها تستخدميها هتبقى زي الفل معاكي. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بشير ولايك وسبسكرايب لقناتي، وما تنسوش اخواتنا من الدعاء، اللهم انصرهم وسدد رميهم. والسلام عليكم ورحمة الله.